الاتحاد الدولي لكرة القدم في تحليله الفني للمباريات كلها تقريبا حدد 4-5 لعيبة من النادي الأهلي هم اللي كانوا أقرب للمستويات الجيدة من حيث الأرقام. وده مهم جدا إن احنا نعرف الوضع الفني بالظبط تحليليا ماشي ازاي، لأنه الفرجة بالمشاعر والفرجة بتوتر والمتابعة بقلق ربما بتخلينا ما ناخدش بالنا من بعض الحاجات. لكن لازم نحيي افضل لاعب في الاهلي رقميا من خلال المباراتين مروان عطيه، وارقامه بتقول كده. الاتحاد الدولي التحليل بتاعه قال بالنسبه للمباراتين الاهلي مع انتر ميامي والاهلي مع بالميراس، قال انه اكتر لاعب في الاهلي مرر الكره كان ياسر ابراهيم، عمل 128 تمريره، والاكثر جريا بالكره كان احمد سيد زيزو، عملها 61 مره، وده رقم جيد لزيزو اذا ما وضعنا في الاعتبار انه ما كانش بادئ مع الفريق فتره اعداد وكان جاي يدوب مباشره على امريكا. فزيزو الاكثر جريا بالكره 61 مره. كمان اكتر حد لعب عرضيات، 11 عرضيه عملها زيزو، وده معناها انه حتى في ظل طريقه لعب الراجل اللي هو بيدخله لجوه كتير وما بيلعبش بجناح يمين صريح، كان زيزو الاكثر محاوله في العرضيات. اكتر حد شاط على المرمى كان محمود حسن تريزيجيه، بس 4 مرات، وده رقم قليل قوي لتريزيجيه. تريزيجيه يا جماعه لعيب كبير ولعيب مخلص ولعيب محترف. اشوف ان المباراه اللي فاتت كان شكله لسه متاثر بالدوشه بتاعه ضربه الجزاء، واضح انه ما خرجش من المود ده. اتمنى انه سريعا يقدر يخرج نفسه ويخرج زمايله، ما هو دي مسؤوليه اللعيبه الكبيره يعني في التوقيتات وفي الظروف اللي زي كده. ف4 تسديدات فقط على المرمى من تريزيجيه، هو اعلى حد سدد، ده رقم كمان قليل قوي في مباراتين. واكتر حد حاول يخترق من العمق كان مروان عطيه، عملها 41 مره، نجح في 31 مره. ده رقم للاعب هاف ديفندر المهام بتاعته دفاعيه اساسا، ده رقم برضو جيد او يكشف قدرات اللاعب. ومروان كمان اكتر حد استلم كوره، يعني بيحل المشاكل لزمايله، مجرد ما حد يبقى معاه كوره بيظهر له اول حد مروان. فاستلم 102 مره، رقم برضو كويس للاعب بيتحرك بدون كوره عشان يقدم حلول لزمايله. هو كمان اكتر حد قام بمهام دفاعيه في الضغط، بالذات في الضغط والاستخلاص كان مروان، وعملها 68 مره. المسافه الاجماليه المقطوعه لمروان حوالي 21 متر، قاطع فيها المسافه جريا يعني.